مساء الخير او صباح الخير لحين وصل الفيديو لي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. انا مش هزود عليكم الكلام وهنبدأ الفيديو على طول. النهاردة انا عايزة اقولك او جايالك من هناك. بصي يا قلبي، قبل ما تسيقي وقبل ما تغسلي وتفرشي ابدأي بالحاجات المهمة اللي زي انا منزلة بيها فيديو النهاردة، وان شاء الله هيعجبك وهتستفيدي منه كتير. قبل ما تسيقي وقبل ما تفرشي اعملي الحاجات دي المهمة. مثلا التلاجة، انت داخلة على شهر رمضان، او انت كمسيحية داخلة على العيد، فالتلاجة بتتغسل الغسلة النضيفة زي ما انت شايفة كده. بتفكي كل الأرفف بتاعتها، ترفعي تدوسي عليها من تحت، ترفعيها من تحت تطلع من فوق، يعني سهلة الخلع بسرعة كده، كأنك حاجة راكبة كده، يعني نازلة من فوق لحد تحت. انت برضو تطلعيها من تحت لفوق هتتخلع معاكي. كل الرفوف بنفس الطريقة بتخلعيها وتفضي التلاجة بالمنظر دوت، وتبدأي تغسليها الغسلة المحترمة اللي هي عشان تعيد معاكي في العيد. فكل حتة في البيت لازم تعيد معاكي. كل سنة وانتوا طيبين. المية دي بقى اللي انا بغسل بيها، فيها كلور الوان، وفيها شوية فري مواعين، او لو انت عندك رابسو اللي موجود عندك حطيه. وهنا بقى انا بعد ما صبنتها ابتديت ان بحتة فوطة مطبخ كده، والم الصابون بيها واشطفها. لما تتملى صابون معاكي تشطفيها وترجعي وتعصريها وترجعي تاني تلمي بيها الصابون، لكن ما تكبيش مية جوه التلاجة وما تقعديش تهيلي في المية عشان التلاجة ما تصديش. طبعا انا الكلام ده للبنات الحلوين اللي مش لسه يعني عارفين البيوت والحاجات دي، فمبتدئين عايزين يفهموا اكتر. فانتي من غير ما تكبي مية بتغسلي بصابون وبالمادة التنظيف، اي مادة انتي حباها، سوى مواعين، صابون مواعين، سوى يعني اريال، انواع من انواع المساحيق اريال والكلام دوت. بتبدأي تنظفي بيها بفوطة بليفة ما تجرحش التلاجة. بس ساعات بتبقى في حاجات ناشفة، بعد حاجات بتقابلك ناشفة بتبقى في ايدك سلكة، بس بتحكيها على الهوا كده عشان ما تأثريش على التلاجة وتبوظيها. طبعا احنا دلوقتي خلصنا حتة التصبين، ودلوقتي بنلمه في الصابون اللي في التلاجة اللي غسلنا بيه. وبالطريقة دي التلاجة معاكي هتكون زي الفل، وترجعي الحاجات اللي انت خلعتيها منها تغسليها غسلة حلوة جميلة من ايديك الجميلة، وتسيبيها تتصفى. وبعد ما تسيبيها تتصفى تخشي على التلاجة تعمليها كده،
تمام. انا ما جبتلكيش مقطع غسيل الارفف والكلام دوت، لاني ما فيش واحده مش عارفاه، اكيد كلكم عارفينه. فطبعا انا سايباه بيتصفى وايه، ودخلنا على التلاجة. وكده خلاص قربنا ايه نخلص التلاجة، وخليناها، عايزه اقول لكم ريحتها جميله جميله جميله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. يا ريت اللي ما حطش لايك ينزل يحطه، واللي ما اشتركش يشترك ويشرفني بالمشاركة بتاعته. وبعدين نكمل الفيديو برضو مع بعضينا. لسه مكملين مع بعضينا. طبعا مشوار التلاجة مش ان انتي بتلمي وتسيبي اثر الصابون فيها، لازم تكوني خلصتي الصابون خالص بالفوطة اللي معاكي، ونضفتيها كويس ونشفتيها كويس بهذا الفوطة. فانتي دلوقتي قبل ما تركبي بقى الرفوف والكلام دوت، بتعملي ايه؟ خلاص كده خلصنا التلاجة كده في التشطيب. فانتي قبل ما تحطي بقى الرفوف، لو في شوية اثر زي كده بتكنسيه عشان تبدأي تحطي الرفوف على نظافة. وبتمسحي تحت التلاجة، وبتمسحي فوق التلاجة وجناب التلاجة بنفس الفوطة بتاعت المطبخ. بتدوسي على كله وتلمعي كله معاكي، وبتسيقي تحت التلاجة كويس. كده دي وش كده لمعة أخيرة أو تنشيفة أخيرة للتلاجة، عشان ما نسيبش فيها أي أثر حوالين الجوان ولا على العظم بتاع التلاجة، عشان ما تسوسي أو بمعنى أصح تصدي. فبرضو كلنا نراعي الحتة دي. تلاجتنا يعني حاولي تلاشي المية من عليها على قد ما تقدري. وكده خلاص خلصت التلاجة. ودي التلاجة لما رصيتها، دي كرتونة فيها فراولة، وده خزين طماطم وجزر وخيار وجرجير. الجرجير انا غسلته وحطيته في كيسة بعد ما نشف وحطيته كده. والطماطم والحاجات حطيت عليهم ورق المطبخ ده جميل جدا يا ولاد، ما بيعفنش الاكل. وهنا دي رف الجبنات، منها حاطه الجبنه القديمه برضه حطها في علبه. علبه جبنه قديمه، علبه مخلل، علبتين جبنه بيضه. ودي البيبس. وتحت بقى شويه الخزين اللي هم ممكن يبوظوا في المطبخ. منها بقى البقوليات كلها، وانواع البقوليات كلها عندي هنا، كريمة الطبخ، وكريمة كريمة الحلويات. وبرضو ده عبارة عن بقوليات اللي هم دول. واديني رصيت.
يلا بقى قومي تشجعي كده وخلصي تلاجتك عشان شهر رمضان او عشان عيد راس السنة لو كنت مسيحية. يلا جدعاني ونضفي تلاجتك ورصيها رصة جميلة زي دي بأناقة كده وخليكي ست بيت معترفة. يلا بقى اللي ما نظمتش تلاجتها تنظم عشان تستعد لشهر رمضان. هنا بقى بيت وبهارات لحمة وبهارات فراخ والمانونيز طبعا اكيد بيبقى هنا. وهنا بقى الشطة، هرس الشطة. وهنا دي كيكة معلبة، وده انواع دقيق، نوعين دقيق، نوع اللي هو نوع دقيق ابيض ونوع دقيق اللي هو بتعملي منه البسبوسة. ماشي. والرف ده بقى الادوية اللي انا عايزة احتفظ بيها عشان ما تبص بحطها هنا. وايه تاني والدبل فيس يا بنات برضو بيسيح بره او بيبوظ بره، فانا حاطاه برضو ايه هنا. وده النهاية، المنظر النهائي حلو وجميل. نيجي هنا اهي الفليزر برضو نضفته ورصيته. ده ليمون يا بنات متخافيش عليه، حطيه في الفريزر متخافيش عليه. توم متقشر بس محفوظ بالزيت. ده جنزبيل فريش من الخضري. ده برضو ليمون، كان الليمون غالي قلت اجيب بقى، قصدي الليمون رخيص. وهنا دي جبنات البيتزا رول، دي ودي جبنة البيتزا، دي جبنة البيتزا جبنة. وهنا ده عيش وده تلج. خلاص. هنا بقى الترابيزة ديت قبل البياض كان لونها اهو اخضر، وانا عطيتها الوش دوت وسبتها ليلة بطولها لما نشفت الوش ده عشان ده بيبقى تحت. فانا خدت اللي تحت الاول لما ينشف اعدلها بقى تاني يوم واخد بقى من فوق، فاهمني؟ فهو ده لونها وده منظرها. بس شوفوا بقى في النهاية هتديكي منظر جميل قوي وتبقى ترابيزة فعلا بمعنى الكلمة. انا كده ببيض القلبات بتاعتها، القلبة بتاعت الترابيزة من قعرة وقلبة القرص. فانت لازم تعملي كده الوش الاولاني وتسيبيه ينشف، وتاني يوم تاخدي الوش التاني بنظافة برضو كده بطريقة صح عشان تطلع معاكي شغلك مظبوط. تجديدات البيت بأقل سعر ما يمكن، يعني انا 100 جنيه عملت لي تجديد في الحمام وفي الترابيزة. جبت فرشة ونص كيلو بوهية، عملت تجديدات في الحمام وفي الترابيزة، يعني يا بلاش. وطبعا متعة ان انتي بتعملي بايدك دي متعة تانية، دي متعة محدش يقدر يعني يوصفها غير اللي بيستمتع بيها. كده تاني يوم لما نشف الوش الاولاني فبنعمل الوش التاني. الترابيزة لونها اخضر وجرب كده ومنظرها بقى وحش عفش قوي، فجبت لها نص كيلو بويا وحطيت شوية نفط صغننين قوي يا بنات، ما تكتريش لو حبيتي تبيضي، يعني كده حوالي غطيين 3 من نفس الازازة النفط
امليهم نفض او دربي بيهم البوهية. وكده انا عملت كده وبدرب في البوهية عشان ادي الوش التاني للترابيزة. بس عايزة اقول لكم هي كان منظرها حاجة ودلوقتي بقت حتة تانية في حتة تانية خالص. يعني انتي بتجددي بنص كيلو بوهية، نص كيلو بوهية وفرشة دفعت 100 جنيه. بس جددت معايا ترابيزة وجددت معايا حاجات في الحمام عملتها. يعني باقي البوهية حاجات كده نقيتها كده من الحمام، عطت منظر شياكة ونظافة للحمام رهيب الحاجات اللي انا نقيتها دي. فانا برضو بديكي فكرة ان انتي لو عندك حاجة كده جدديها. نص كيلو بوهية هتنقي كل الحاجات وتلقطي الحاجات اللي عندك وشكلها مش حلو ومش عاجبك، عشان دخلت العيد ودخلت رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فهنا انا بقى ده الوش التاني. عايزة اقولك انا يعني قد ايه انا فرحانة وعطتني روح وطاقة جميلة. بس طلعت خامة الترابيزة دي يا بنات، ما تجيبوش خامات زي كده من على المواقع. الخامة طلعت اللي هو دي ام اف، ده اللي بيستعبطوا فيه ويقولوا دي ام اف. هو دي ام اف؟ انت تفكري نوع ما حصلش، هو كرتون مضغوط. عشان انا جايه ابيض في الوش الاولاني، ببيض من تحت الاول، كفيت الترابيزه على الارض، فالرجلين اديها تشرب وتظهر تاني بنفس العيوب. وفرشحت كده حته من تحت، فرشحت شويه، باين ان فشرت كده زي الكرتون. ما بيتشر، لو عطيتيله ميه بيفشر بيتنفخ. هي برضو من تحت عامله كده. فاوعي تشتري ترابيزات زي دي من على المواقع، هي شكلها شيك قوي ومرسومة رسمة حكاية، لكن هي كرتون مش خشب. اللي هو بيقولولك عليه اسمها دي ان ام اف. ما تفرحيش بالكلمة دي ام اف، ده مش خشب. وانا كده ببيضها وان شاء الله اخلصها واوريكم المنظر النهائي، هتعجبكم ان شاء الله. عايزه اقولك ما تسيبيش الفيديو، الفيديو ممتع وفيه حاجات وتكات ياما هتعجبك ان شاء الله. ما تقفليش وما تسرعيش الفيديو، خليكي معايا خطوه بخطوه وان شاء الله هتتبسطي. قدري نفسك ضيفه وقاعده قدامي وانا بعمل كل ده، واقعدي كده سلي نفسك وتفرجي وتعلمي برضو. اللي عدى عليكي مش متعلمات تتعلميه، وادينا بنتعلمه من بعضينا بنات. وعايزه اقول لكم يا حلوين، اللي مش مشترك يشترك، وما تنسيش حبيبتي اللايك. جزاك الله كل خير عشان الفيديو يوصل لأكتر عدد يستفيد بيه. وادينا بنكمل مع بعض، مكملين مع بعضينا ان شاء الله. بس اللي انا عايزاه منك الصبر كده شوية معايا عشان تستفيدي بكل خطوة انا عملتها في الفيديو. زي ما انا بستفيد من غيري يستفيد مني، وادينا بنفيده ونستفيده. عايزة احكي لكم على موقف كده حصل معايا وانا رايحة اشتري عيش من الفرن. انا دخلت الفرن فقلت له عايزة عيش سن، عايزة كام رغيف، عايزة 10 رغيفة. عديتهم انا وركنتهم على بعض. عطاني كيسة ما تقضيش نص كيلو لبن. العيش بقى مدفوس في بعضه وسخن وعلى بعضه. طب قلت له طيب ما الكيسة دي مش نافعة، اديني كيسة الاكبر. قال لي انت تعرفي الكيسة الاكبر دي بفلوس. قلت له طب انت قلت لي على فلوس، انا قلت لك لا. الناس جاعت بطريقة بشعة لدرجة حتى الاسلوب مش عارفين يصلحوه. يعني حتى اسلوبه في النطق مش عارف يكون جنتلمان كده في اسلوبه. فقال لي دي بفلوس. قلت له طب وانت قلت لي هاتي فلوس وانا ما اديتلكش. ما انا عندي استعداد اديك فلوس لان انا محتاجه كيسه كبيره، الكيسه دي عجنه العيش عجنه جوه بعضه. ف انت عارف انت بتكلمي مين؟
قلت له بكلم مين؟ قال لي انا العقيد مش عارفه مين مين الفلان الفلاني. طب انا اعمل لك ايه؟ انت عقيد ولا مش عقيد؟ هو انا بقول لك كيسه يعني؟ ايه الموضوع يعني؟ ايه اللي جاب العقيد والفلوس والكيسه بفلوس والبهدله دي كلها عشان طلبت كيسه؟ فالناس بقت غريبه فعلا. بكده تقدري تجددي بحاجة. وكده خلصت الترابيزة، وشايفين الجمال والفرق شاسع بين لونها الأولاني وبين الجمال دوت. دي بقى مشتريات لتجديد أو يعني ترفيه للعيد، بسيطة لكن من المنشية اسكندرية. لو انتي من المنشية اسكندرية، لو انتي من اسكندرية تعرفي المنشية وزنقة الستات، من الحتت دي انا اشتريت منها. اول حاجة البرواز دوت 3 براويز في ملفوفين مع بعض، بيتحطوا فوق سرير في ركن، اي ركن انتي عايزة تستعزي بيه كده شوية حطيهم. ال3 اعمليهم مدرج، حطيهم على مستوى واحد. دي بقى يا حلوين ورد، بس ورد مش الورد البلدي والورد الورق، لا دي ورد زي ازاز كده، شيك قوي. اما افتحه هتتفرجي على جماله. وانا جبته بسعرين من في المنشية، بس من نفرين. وفي واحد باعها الفرع ب60 وواحد باعها لي الفرع ب50. عشان بس انا حبيت اقولك الاسعار عشان تبقي واخدة بالك معايا. عايزة اقول لكم يعني هو التصوير ظلمه، هو قمة في الجمال. ابيض في ذهبي كده، يعني حكاية وشيك قوي. بس عايزة اقول لكم قبل ما انسى ان المنشية اسكندرية، المنشية عند زنقة الستات في اسكندرية، عشان بس الاصدقاء اللي بيتفرجوا من خارج اسكندرية يبقوا عارفين ان المنشية اللي في اسكندرية اللي عندي هي اللي انا رحتها. وواحد اداني الفرع ب50 وواحد اداني الفرع ب60، يعني في سعرين، خدوا بالكم وانتوا بتشتروا. ده بقى ترنج، عايزة اقول لكم سعره لقطة لقطة، يعني مفيش حاجة اسمها الاسعار دي دلوقتي، الاسعار عالية قوي. انا برضو لقيته في عند الزنقة واحد زي فرش كده على الارض، يعني مش محل، فادهوني ب400 جنيه. عايزه اقول لك قماشته قطيفه وناعمه على الجسم وتبقى جميله وشكله شيك، وب400 جنيه عارفه في المحلات عالي خالص، فانتي ما تجيبيش من المحلات. ب400 جنيه، هو قطعتين 2 بس جميل، يعني حاجة جميلة وعلى متناول الإيدين يعني. يعني نقدر نجيبه، لكن لما نطلعش بقى في ترنجات ب700 و800 وب1200 وأسعار فظيعة. لا ده جميل ومعتدل كده في الجمال، وحاجة حلوة قوي يعني، برضو تشرف يعني في لبسها. نيجي بقى للمشترى التاني. ان بقى انا اشتريت دي كور هعلقها بنات في زينة كريسمس، وهوريكم الزينة بتاعتي انا هعلقها ازاي، وهوريكم المنظر فيديو تاني غير ده. دول الاتنين ب150 جنيه، علبتين كور كبيرة، الواحدة فيها 6 ب150 جنيه. اما دول انا ناسية سعرهم. دول زينة الشجرة. انا حتى لما جيت لقيت نفسي في زينة في الشجرة ممكن اكتفي بيها، ودول ممكن اشيلهم للسنة الجاية لو عشنا وكان لنا عمر. فهنا برضو مشترى تاني. عايزة اقولك فازة يعني جميلة قمة في الجمال يا بنات. بس انا يعني عرضتها عليكم بالورقة اللي لفة الازازة اللي جوه، فانا اسفة لاني مش باين جمالها للدرجة، عشان انا مشلتش الكيس بتاعها اللي على الازاز نفسه اللي جوه الفازة.
فحقكم عليا، وان شاء الله في الفرشة هوريها لكم وهي ايه يعني على الطبيعة. ولا اروع من ده جمال. سبحان الله في الجمال يا بنات، تصوير ظالمها ظالمها، تحفة تحفة تحفة. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يزيد كل بني ادم من النعمة اللي ربنا بيديها له، ولولا ما انت تستاهلي النعمة اللي هتكون في ايديكي. والحمد لله والشكر لله. عايزة اقول لكم اخر جمال انا فرحانة بيها. نيجي بقى للحاجة التانية دي اللي هي بقى عجلة، برضو تحفة كده، تحفة فنية كده. بس انا ولا فاكرة سعر العجلة ولا فاكرة سعر الفازة، حقكوا عليا. اللي عايزة تعرف ولازم عايزة تعرف، انا ممكن انزل تاني المنشية واسأل الاسعار واقولها لكم. بصي بقى العجلة وجمالها، تحفة برضو. نيجي بقى المشترى بقى اللي بعده، دي بقى برا. البرا بقى ديت ب200 جنيه. عايزة اقولك في الايد تحفة. شفت اتفرجت على انواع كتير، هي دي اللي عجبتني. انا ما بجيبش غير واحدة بس اللي بخرج بيها، تبوظ بشتري غيرها، عشان دي انا بخلعها مع هدوم الخروج والبسها تاني. دي بقى يعني زي باليرينا او زي فلاتة، عشان رجلي و يعني انا بحب ارتاح في الواتش. فالواتشي بيبقى اشيك في اللبس وبيبقى احلى يعني اريح. فدي انا جبتها برضو ب400 جنيه، برضو في المنشية يا حبايبي. عشان بس الاسعار برا المنشية اغلى. هنا بقى انا جبت بقى ايه الزينة اللي هعملها للعيد، العيد كريسمس. وانتي ممكن تعمليها لشهر رمضان، مفيش مشكلة يعني. ودي فواتير انا بوريها لكم بس، ولا باين فيها سعر ولا باين فيها حاجة، فقدري نفسك ما شفتيش حاجة. وايه انا بقولك الاسعار اللي انا فاكراها، واللي مش فاكراها مش هقدر اقولها. ف انا خدت فرع الزرع اللي هو الاخضر، اللي هو تلفيه على اي سلك على حاجة. خدت الفرع منه ب15 جنيه. وخدت ديت مش فاكرة سعرها بصراحة، دي خدت منها حتتين 2. قلت واحدة احطها فوق التلاجة كده تبقى نازلة على الجنب، وواحدة احطها عندي دولاب صغير ضرفة واحدة بمراية، احطها برضو التانية عليه من فوق وتبقى نازلة في الجنب. برضه هيدي منظر شياكة. بس اللي بتغسل الحاجة دي وعندها مرارة لنظافة الحاجة دي تشتريها. اللي ما عندهاش يا بنات محدش يجيبها، ويكون ما عندوش استعداد يغسل، عشان هتبقى طاقة سلبية على البيت، التراب اللي هيبقى عليها. ده بقى اللي الزرعة دي الواحدة ب15 جنيه. فانا جبت دستين عشان اوزعهم على كل الاماكن اللي هي انا عايزة اشيكها، عايزة اداريها، سلك عريان مش عايزاه يبان، اي حاجة زي كده يعني. بس نيجي بقى لاخر حاجة في الفيديو، وهي طبلة باب الاوضة. كانت اللي يخش جوه الاوضة ويقفل، اللي بره لو عايز يفتح اكرة مش مفتاح ما يعرفش، مهما عملتش في الاكرة ما بيفتحش. عندي بقى المفك الصليبة، فكيتها من الباب كلها، ونزلت بيها للراجل وريتها له، قلت له دي وضعها 1 2 3، يعني دي ما بتفتحش من بره، بتفتح من جوه. اللي يقفل على نفسه جوه، اللي بره ما يعرفش يفتح من غير مفتاح، مش هو قافل بالمفتاح ولا حاجة، بس ما تعرفش تفتح.
فقال لي يبقى فيها مشكلة، عايزة ايه، تخشينة. اداني دي يا بنات. فرحت ركبتها فين؟ في الخرم اللي في الطبلة نفسه، دخلتها جوه الخرم اللي في الطبلة اللي قدامكم دي. فمن هنا شغلت بقى وركبت كل حاجة مكانها، وركبت المسامير الطبلة كلها وقفلتها. عايزة اقول لكم بقت شغالة مية مية، وكانت المشكلة حاجة بسيطة، وانا كنت مفكرة ان الطبلة كلها عايزة تتغير. فهو راح اداني التخشينة دي ب2 جنيه. انا رحت راجعة مركباها، ومركبة الطبلة رجعتها زي ما كانت، وكل حاجة رجعت زي ما هي، الطبلة اشتغلت وتمام. انا تعرفوا جبت صنايعي قال لي ملهاش حل، هندخلك اللسان ده بمسمار بحيث ان ايه، يبقى نستغنوا خالص عن اي حاجة بتخص الطبلة. قلت له ماشي. بعد كده رحت انا اللي فكيتها بقى ونزلت عملتها طلعت جميلة، وب2 جنيه التخشينة، وانا اللي ركبتها وانا اللي فكيتها بايدي وانا اللي عملتها، وبقت مية مية. عايزة اقول لكم مفيش اجدع من ايديكي، ومفيش اجدع من انك تكوني ست شاطرة كده وحركية لبيتك وحياتك. وبكده اترككم في حفظ الرحمن، واقول لكم مع الف سلامة. ما تنسوش تشجيعكم للقناة، وباي باي، مع السلامة.